ركزوا معي يا اخوان، خاصة العادة السرية. والله العظيم اقسم بالله يا اخوان، كان عندي لقاء يوم الخميس في سبت العلايا. طلعنا يا اخوان، مسكنا الخط نبغى نروح يا اخوان للرياض. والله عدة اتصالات اللي من سبت العلايا، لكن اللي كلمني هذا اللي بقول لكم والله العظيم انه مو من الجنوب، من المنطقة الشرقية. ما يعرفني ولا اعرفه انا اخوان، لكن فضل من رب العالمين. والله لا يحرم اجر اللي يحط، ولا ماني بكفو، والله العظيم ماني بكفو لا، لكن جزاه الله خير اللي يحط بعض لقطات لي في النت يا اخوان. يقول ابو عبد الله والله ما اعرفك ايوه المفروض ولا قد قابلتك. انا دخلت على النت اللي انت قدامي في النت يا ابو عبد الله، انقذني تكفى. والله يا اخوان واقسم بالله انه يبكي يا اخوان. تعرفون ايش فيه يا اخوان؟ معليش اسمحوا لي في اللفظ هذا اللي بقوله. المهم يا اخوان، يدق على هذا الشاب اللي من الدمام، ركزوا معي واسمحوا لي برضه، خاصه الشيبان والمطاوعه كلكم اسمحوا لي. ابو عبد الله انا من الشباب اللي وقعت في اللواط. قلت له فاعل ولا مفعول به؟ معليش اسمحوا لي الكلام ذا. قال لا والله مفعول به. قلت طيب ايش الاسباب؟ ليش؟ ركزوا معي يا اخوان. يقول اول الاسباب العادة السرية. نعم معلش، العادة السرية يا اخوان تدمر البروستات عندك، تدمر البروستات. يقول اول شيء سبب العادة السرية. والسبب الثاني اسمه يا اباء، السبب الثاني ابوي ماخذ ثنتين. انا امي اجنبية يا ابو عبد الله، يميل لاخواني اللي من السعودية اكثر مني ويعاملني معاملة. شوفني انا اكلمكم مصاب بالايدز عمري 32 سنة وتقاعدت من العسكرية، قاعدوني غصب علي، قاعدوني من العسكرية عمري 32 سنة. السبب لذة دقائق وهمية وقتية مع احد الوراعين. انت كم مرة سويت لواط؟ ترى مو بكل مرة تسمى الجرة يا حبيبي. شاب مسوي لواط وحاط عازل ومصاب بالايدز بعد، وشاب عندنا في الخارج عمره 17 سنة مصاب بالايدز زي من الشباب فعل فيه اللواط. كم مرة فعلت لواط؟ ها مو بكل مرة تسمى الجرة.